كان يا مكان أشرف بن شرقي أول مباراة ليه مع النادي الأهلي تبقى أمام نادي الزمالك. لا مش بس كده، بن شرقي بينزل في الدقيقة 60 عشان يسجل أول أهدافه بتيشيرت النادي الأهلي في نادي الزمالك. كابوس يا أخي والله. انتهت مباراة القمة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. بصراحة يعني احنا النهاردة ما لعبناش كورة، علامات استفهام كتير من اول التشكيل، وليه كولر ما بدأش بالدبيس مكان كوكا، وليه بادئ بمحمد عبد الله مع انه ما قدمش اداء سيء النهارده. لكن مش ده الماتش اللي تنزل فيه لاعب لسه محتاج خبرات كتير زي محمد عبد الله، بلس انه اخر التغييرات كتير. تغييرة وسام ابو علي دي كانت المفروض تحصل في الدقيقة 60 او يمكن قبل كده كمان. اللعيبه نفسها النهارده كنت تحس ان هما بيلعبوا بلا هدف، يعني مفيش لاعب بيلعب بتركيز او بمهاره زي العادي، لا هما اللعيبه حرفيا ماشيين يرزعوا في الكوره يمين وشمال بس، خاصة بعد الهدف بتاع الزمالك. انت المفروض تمسك كورة عشان تحاول تجيب جون، مش كل لاعب يفضل يرزع في الكورة يمين وشمال من غير اي تركيز. لولا الشناوي النهارده كان ممكن الزمالك يبقى مسجل هدفين او ثلاثة مش مجرد تعادل، وده بسبب ان اللعيبه وكولر معاهم مش مدين ماتشات الدوري وخاصه ماتشات القمه اللي زي دي الاهميه والاستعنى الكفايه. تحس ان لعيبتنا كانت سايبه الكوره للزمالك وبتتحايل عليهم يلعبوا. بصوا يا شباب، كده كده الدوري باذن الله اهلاوي. بيراميدز كل موسم بتفضل تطلع وفي الاخر بتنزل على مفيش، والدرع بينور التتش. لكن احنا محتاجين نلعب وناخد الامور بجديه اكتر من كده، محتاجين نتعامل مع ماتشات الدوري زي ما بنتعامل مع ماتشات افريقيا بالظبط، لان في الاول وفي الاخر البطولات محليه او افريقيه اهميتها واحده بالنسبه للجمهور. مبروك لجمهور الزمالك على النقطه اللي اخدتوها من ماتش النهارده، وهارد لك لجمهور الاهلي على النقطتين اللي ضاعوا مننا. ولكن مبروك فتى ذهبي جديد اشرف بن شرقي. بس للي ما يعرفنيش، فانا جنى وائل بنت الاهلي وبس كده.